خطاب زفت وحش، مفيش ولا بنت فيهم تنفع في دور كارمن. مفيش فايدة، مش واخد باله مني. الأستاذ المخرج بيعاملني كمدربة وبس، عايز يحبسني ومش مديني فرصة اثبت له إني أصلح واحدة لدور كارمن. أنت يا أيمن الملحن مش شايف؟ أنا ما بشوفش. بقول لك يا مشيرة أنا ماليش دعوة بالموضوع ده خالص. يا مشيرة انت عارفه الاستاذ ما بيشوفش اللي في دماغه بس، خديها من قصيرها واعملي زيي. أعمل إيه؟ تبقي راضيه بالمقسوم لك زيك أنت يا راضي؟ الأستاذ خلاك تصدق اسمك وتبقى راضي على كل حاجة. ولو بقتش راضي ايه اللي هيحصل؟ برضه هفضل افسر بنفس الفرق وما اقدرش افسر اللي جوايا. انت يا مشيرة اكتر واحده عاشرتيه وحبيتيه، بس هو ما حبنيش. ايه المهم احنا نحبه وننفذه اللي في دماغه، واكيد الاستاذ هو اللي صح. طبعا أكيد الأستاذ هو اللي صح. أنا مش طالبة إنه يحبني، أنا طالبة أعمل كارمن. وانا مش هعمل كارمن. وانا مش هعمل كارمن، انا احسن لا اقفل المسرح بتاعي. وقفوا البروفات. وطي صوتك الاستاذ في اوضته والكاميرات والميكروفونات مفتوحه، يعني شايفنا وسامعنا يا عم ممدوح. أنت واقف مسنطر نفسك على الكاميرا. تعالى يا أخي. انا المنتج هنا والمسرح مسرحي، وانا سكت كتير علشان الصداقه اللي بيني وبينه، انما يغرقني لا. يا ممدوح الأستاذ بدأ فعلا ينفذ في مسرحيته، ما رفضتش من الأول ليه؟ ما ادانيش فرصه ولا ادى لنفسه فرصه حتى يقتنع بالنص اللي انا جايبه. أيوه بس إحنا اتناقشنا مع الأستاذ في الموضوع ده، والأستاذ كان ديمقراطي جدا. بيصور وما حدش فينا رفض كارمن. طبعا ما حدش يرفض. اذا كان الاستاذ الديمقراطي وهو بياخد الاصوات، قال مين الحمار اللي مش موافق على كارمن؟ كنت عايزني ما وافقش، ما اداناش اختيار. بل اختيار كان قدامك، يا ترفض يا تسكت. ما عشان كده انا اخترت ان ارفض كارمن وابقى حمار كسب فلوسه، احسن من ان اقبل كارمن وابقى برضه حمار بس خسر فلوسه. ايوه يا ممدوح بس انت كده ممكن تخسر الاستاذ. بقول لك ايه يا ايمن، بطل انت بس تدندله في ودانه علشان تفضل جنبه. انت ملحن سواء في كارمن او في روايه تانية هتدندله برضه. خايف من ايه؟ واضح انتوا مش هتجيبوها لبره. ما تسيب الاستاذ يعمل اللي في دماغه وبعدين يعمل لك اي روايه تانية. الروايه التانية الاول، وانا اشتريتها خلاص من الاستاذ زكي شبانه. ايه؟ التليفونيست بتاع التليفون بقى بيقلب. ايوه ده موهوب ويانا خدم في المسرح ده، واللي عايز يستنى ويشتغل في الروايه دي انا هبدا في البروفه دلوقتي. استاذ زكي، استاذ زكي. ايوه مين معايا؟ يا ابني انا مش على التليفون، انا هنا على المسرح، اتفضل. مساء الخير يا زملائي المسرحيين. ايه النص معاك؟ خليك معايا. النص اهو، بس انا خايف ان الاستاذ ممكن يبهدلني ويقطع عيشي. ما تخافش، اذا كان هو المخرج انا المنتج، هو العبقريه انا الفلوس. انا معايا فلوس كتير وانا مؤمن بيك، والنص بتاعك اهو يفتح النفس وهيفرقع في السوق. طب بس يعني عشان الحساسيه مش عايز حد فيكم يقول قدامه ان النص بتاعي اعظم من كارمن بتاعته. انت عارف عدوك ابن قارك. على فكره ما تقلقوش، انا كاتب لكم كلكم ادوار كويسه قوي. انا مش عايز طريقه. روغه انا مروح. ربنا يستر. مساء الخير. أنا سعيد إن أنا ببدأ معاكم النهاردة أول بروفا لمسرحية كارمن على خشبة المسرح، وأنتوا عارفين طريقتي كمخرج، ما أحبش وجود أي ضيف في الصالة. إيه ده؟ مين جاب الناس دي هنا؟ سمحتوا معايا ثانية واحدة، اتفضلوا ثانية واحدة. مين دخل الناس هنا؟ في حد بيحضر بروفاتي؟
فين مدير خشب مسرح؟ مدير خشب مسرح فين؟ طبعا طبعا ما هو اللي مدخلكوا. ها مين اللي جاب الناس دي هنا؟ حد بيحضر بروفاتي؟ سمحتوا يعني العرض كمان 3 اشهر. سمحتوا معايا؟ ماشي ده مكاني يا ماما، ده مكاني انا، معلش سمحتي. ايه؟ واخدين منهم فلوس؟ مقلبين الجمهور في البروفات؟ طب شغال يالا. مدير خشب مصر يا فندم. مين؟ مدير خشب مصر. امال وانا داخل شايفك بتبيع موبايلات منين؟ جبت الموبايلات دي منين؟ انزلك تحت تقطع دلوقتي؟ ها؟ اتفضل فضيلي خشب مصر. طب لحظه ساعات. فضيلي خشب مصر، اتفضلوا سريع اهو. ما هقول لحضرتك. نعم. طب ما هم دخلوا حديثه كتير. لو سمعت نفس. لا انا مسكت. لا انت فاهم ها؟ اهو تعالى تعالى. لا ازيك يا ممدوح؟ اهلا يا استاذ. ازيك يا شبانه؟ سبت كابين تليفون جاي هنا تعمل ايه؟ اصل الحقيقه بس ما دام قلت الحقيقه يبقى ناوي تالف. عارف ناوي تالف كذبه. وانت راضي؟ مشرح مصارع السلام خلص؟ قرب يخلص يا استاذ، بس حضرتك لازم تشوفه الاول. حاضر. وانت يا مشيره اخبار البنات ايه؟ عملت لهم شويه خطوات مش ايه يا عارفة. حبيبتي؟ عملت لهم شويه خطوات. في حد يقول عملت لهم شويه خطوات؟ تقولي عملت لهم شويه محشي، عملت لهم شويه ملوخيه. عيب لما تبقي طويله وهبله، عيب. ضربتهم على شويه خطوات مش عارفه حضرتك هتوافق عليها ولا يا دي المصيبه، ما تستنوش تاخدوا رايي في كل حاجه يا اخوانا. احنا بنعمل عمل جماعي وكارمن محتاجه ابداع، وانتوا عمركم ما هتبدعوا ان ما كنتوش تشعروا ان جواكم حر. وانا مش فاهم انتوا ليه مش عايزين تمارسوا حريتكم؟ انا طلبت من كل واحد فيكم يقدم لي تصوراته عن المزيكا، عن الالحان، عن الديكور، عن الملابس، عن الاكسسوار، عن الخطوات. مفيش حد قدم لي تصوراته. عايزين انا اعمل كل حاجه بنفسي. استاذ ايوه انا عملت بعض تصميمات لملابس مسرحيه كارمن. اتفضلوا اهو. حته ترزي في الفرقه، ها؟ تعب وشقي علشان يقدم حاجه لفرقته. برافو يا راضي. نعم. تصميمات انت هتفضل واقف كده مقنفد كده يعني ولا ايه؟ دي ملابس كارمن، ده فستان كارمن رائع، ودي بدله مصارع التيران. ابشر يا نبيل، معمول لك بدله ولا اللي هيلبسها الطور. كويس. ودي بدله الضابط خوزيه. دي تصورتك على الملابس؟ بس انا ليا تصور تاني خالص في الملابس، انا اللي هصممها بنفسي عشان ابقى مطمن. لم الزباله دي يابا. استاذ. ايوه يا برطمان. ايوه استاذ انا ما لحقتش اعمل غير 3 مناظر في الديكورات المسرحيه. 3 مناظر بس يا برطمان؟ معقوله؟ طب اتفتح برطمان، افتح على اخر بقى. كارمن كم منظر؟ برطمان لا. كم منظر كارمن؟ 14. طيب كارمن 14 برطمان 14 منظر. تقوم انا بقى اتدبس انا في ال 11 تانيين تخلصهم. وعد يا برطمان. ها احسن هفتحك فتحه. الله، انت مهتم بالهندسه المعماريه؟ لا حضرتك هي المفروض كده. ايوه المعمار الهندسي. كويس أوي، المنظور كويس، الخطوط قويه، مسطحات اللون رائعه. بس انا ليا تصور تاني خالص في الديكور، انا اللي هصور بنفسي علشان ابقى مطمن. لم الزباله دي. نبيل اترددت، كنت عايز تقول حاجه. ليه يا بابا تحكم على ابداعك بالاعدام؟ مش جايز تكون عامل حاجه كويسه؟ مش شايفني بشجع زمايلك؟ دي بعض الاشعار كاغاني الكارمن. اشعار واغاني اخطفها، انا ما عنديش اغاني، بس على الله تكون كتبتها انا بقى. كتبتها يا استاذ بكل التصورات الممكنه، نثر وعاميه وفصحى. اختار يا ريس. ده انت رخم. اختار ايه بقى يا راجل؟ هي يا ناس يا عاميه يا فصحى. هخترع بس انا من غير ما اقرا بقى. انا ليا تصور تاني في الاغاني، انا اللي هكتبها بنفسي عشان ابقى مطمن. ها لم الزباله دي يا بابا. ايمن موسيقار العبقري، هتقف لي زي البروطه. فين تصوراتك على الالحان؟ انا يا استاذ معقوله؟ انا بس مستني اعرف باحساس سيادتك الموسيقي تصورك للالحان. لا يا برم، تقول لي تصوراتك وارفضها وبعدين اقول لك تصوراتي. معقوله؟ ايه هتعمل ايه يا نصر؟ هتعمل ايه؟ لا مؤاخذة ما اعرفش حيوان مين زبل المصري.
عشان كده ما كنتش عايز ضيوف في الصاله بصراحه. تعالى. قلت ايه؟ حيوان زبن المصري. اخوانا ما يعرفش ان انا الحيوان. تعالى زفت. تعمل ايه؟ باكنوس. ايه؟ باكنوس. باكنوس؟ في حد يقول باكنوس؟ باكنوس ولا ده خطأ شائع؟ باكنوس. باكنوس ولا باكنس؟ باكنوس. ده هي باكنوس بقى، ايه رايك؟ تعمل ايه؟ حكنوس. حكنوس ولا هكنوس؟ حكنوس. لا هي هكنوس، ايه رايك بقى؟ ثانيه واحده بقى معلش، عشان انا ليا تصور تاني خالص. يا كان خازن المسرح كده الاخضر يمشي مع القميص يبقى هايل كده اهو. واسحب. مش تعرف تصوري انا بقى كمنتج؟ سمعتك يا استاذ شفطه وانا قاعد في مكتبي فوق. انا كمنتج برفض مسرحيه كرم. انا اسف، احنا اصدقاء من 10 سنين وقدمت مسرحيات على المسرح ده من المسرح العالمي وانا خسرت. انت خسرت فلوس بس وهنعوضها. وانا مرميش فلوسي في كارمن. هسألك سؤال، كم واحد في الصالة يعرفوا كارمن اللي انت كاتبها وعايز تخرجها؟ وايه المانع بس انه الناس تعرفها؟ ويعرفوها ليه بس يا اسطى راضي؟ اسطى؟ انا مش اسطى، انا مطرب. الاستاذ نفسه عمره ما قالها لي. في حاجه يا استاذ راضي؟ لا يا استاذ. يا ابني افهم، كارمن مش بتاعتنا اصلا، دي بتاعت اليونان. يونان؟ يونان يا جاهل، بتاعت الاسبان، ثم كارمن مش بتاعت حد. كل واحد من حقه يشوفها زي ما هو عايز. وده مسرحي عايز اقدم فيه للناس طبق هم عارفينه واخدين عليه علشان معدتهم ما تتعبش. كارمن بتاعتك دي هتبقى طبق تقيل شويه على الناس. واحده من دول هتشفطني انا شخصيا. يا ابني افهم، ده متوقف على المعالجه. تفسيري انا الكارمن، انا شايف كارمن ازاي؟ انا بقى شايفها بنت ججريه بتجري ورا الرجاله، كل واحد يجي يحبها ويتعلق بيها تديله على دماغه وتكنتره وتروح لواحد تاني. ضحكت على الظابط خوزيه وخليته يسيبها تهرب وضيعت مستقبله. اتكلم انت وانا شغال، مالهاش دعوه عشان ما تعطلش نفسك. وضيعت مستقبله ورفدوه. ايوه. وخدته معاها على الجبل مع مهربين المخدرات. ساب كل حاجه علشان خاطر عيونها، وهي سابته وحبت مصارع التيران، وفي الاخر الضابط خوزيه قتلها. انت حاطط في بقك بطاطسايه سخنه. انت كده سخفت كارمن خالص. هي اصلا سخيفه. اخرس يا تليفونيست. مش فاهم كنتوا؟ افهموا، انا مش هقدم اوبرا كارمن، والحدوته نفسها ما تهمناش. هل يهمني المعنى اللي ورا الحدوته، البعد السياسي. سياسه تاني يا استاذ؟ المسرح السياسي بقاله 1,000,000 سنه في العالم ما عرفش يغير اللي غيره حته ظابط في ليله واحده. ما حدش قال ابدا المسرح ممكن يعمل انقلاب. انا اللي يهمني في كارمن القيمه الانسانيه، قيمه الحريه، وازاي كانت كارمن دايما بترفض القيود. وانا مفيش حد يأيدني، هقدم على المسرح ده كارمن ومحدش هنا ليه راي تاني. خلصت. بذمتكم مسرحيه عن الحريه هيخرجها الدكتاتور ده؟ شوف يا استاذ، انا اشتريت مسرحيه من الاستاذ زكي شبانه وهقدمها. استاذ زكي شبانه التليفونيست بيكتب. كتبت ايه؟ دليل التليفونات. ألفت مسرحية ايه يا استاذ شبانه؟ كرخانه. كرخانه لمؤلفها زكي شبانه. عايزني انا اخرج مسرحيه اسمها كرخانه؟ مش مشكله، نسميها اسم تاني. ايه راي حضرتك في اردغانه؟ لا، هاخد 2، كرخانه واردغانه. على الاقل مسرحيات ماشيه مع المسرحيات اللي بتقدم في السوق اليومين دول. كرخانه واردغانه. هقدم كرخانه تضرب، او نازل باردغانه تولع. تكون انت كتبت لنا شفخانه. وانا مستعد اكتب لك كل الروايات دي في اسبوع. كرخانه دي انا شايف فيها نفسي. طبعا. خليه يكتب لك بلاعه كمان. عندنا رقصات من روسيا هخليهم يرقصوا شرقي. وانا مالي الروايه نكت. اخلصوا، انتوا اخطر من تجار الهيروين. انتوا عايزين تخربوا عقول الناس وتغيبوهم، وانا طول عمري بحارب المسرح ده. هو طول عمره
يحارب المسرح ده. وانا مش هسمح ان المسرح ده يتقدم ابدا. مش هيسمح انه يتقدم ابدا. وده مسرحي انا حر فيه. وده مسرحه هو حر فيه. ده ملحن ولا ملقن؟ دي مش حريه، دي فوضى. مسرحك ده ملوش اي قيمه، مجرد حيطان وبس. انما المهم اللي بيتقدم عليه. اسمع، انا هاجر منك المسرح عشان ابقى حر واقدم فيه اللي انا عايزه. حلال عليك، انت بكرمن على حسابك وخلينا اصحاب. طب والكرخانه؟ معلش يا زكي، دي مسرحيه صيف، هشوف لك خرابه في اسكندريه نعرضها فيها. بس شوف يا استاذ، مش عايز اللي حصل ده يفسد علاقتنا. انا ممثل في الفرقه وهعمل الدور اللي انت مرشحني فيه، رغم ان الدور صغير، جملتين وبموت. انا خايف وانت بتموت تعتمد. سلام. طب ودلوقتي هتعمل ايه؟ هعمل كارمن. ما اقصدش، اقصد هتجيب منين الفلوس؟ احنا كلنا جنبك مستعدين نشتغل ببلاش. لو وصلت اننا نلم من بعضينا. ايوه يا استاذ، احنا ممكن نلم من بعض. انا مش مشكلتي الفلوس. ممكن اي تاجر مخدرات ينتج سينما، ينتج مسرح. انا مشكلتي دلوقتي اللي تلعب دور كارمن. طب ايه رايك في جليله؟ طويله، طب نيرة. قصيره، ممكن امينه. تخينه، رئيفه، نحيفه، طب وهيبة. تحت الشجر، وهيبه كئيبه. كل اللي في الفرقه واللي شفتهم ما فيهمش حد ينفع لدور كارمن. بحس فيهم بالضعف. كارمن اللي انا عايزها لازم تبقى قويه وعنيده وجواها حر. طب ممكن انا يا استاذ؟ انت تلعب كارمن يا ايمن؟ اتجننت؟ لا يا استاذ، ممكن انا اروح بكره معهد الكونسرفاتوار انقي بنتين ثلاثه، ممكن واحده فيهم تنفع لدور كارمن. برافو عليك يا ايمن. بس ما تروحش انت، انا اللي هروح علشان ليا تصور تاني خالص في الاخر. شفتم؟ وروني. ايه اللي انت جايبهم لي دول يا ايمن؟ ايه ده؟ ايه؟ استني يا ست، ايه ده؟ انت بتدربي دول؟ دول كورال. امال رقصتم ليه؟ اتفضلوا روحوا غنوا بره. امال فين البنات اللي انت قلت عليهم يا ايمن؟ انا مدي ميعاد لبنت الساعه 8 وزمانها جاي. وانا هعيد اللي عملته ده تاني معاها لما اتشرف؟ ما بقاش فيه التزام معايا، وافردوا جسمكم لفوق. حسوا يعني ايه كارمن. الراس مرفوعه لفوق على جنب شويه، هي دي كارمن. اي 1 2 3 4 1 الله الغني. ايه يا راضي في ايه؟ انا ماشي مش شغال فرقه دي تاني. ايه يا راضي مالك؟ خلاص تعبت، عينيا اتمققت من كتر الشغل على المكنه، وكل ده مش عاجب الاستاذ. ايه يا راضي؟ ايه يا اخي؟ وانت لسه هتعرف الاستاذ؟ ايوه بس ما توصلش الاهانه. انا بفوت كتير وساكت وراضي. فصلت له التصميم الزفت اللي هو عامله لفستان كارمن 7 مرات وبرضه مش عاجبه. في فستان رقبته وسع الوسط. وطي صوتك يا راضي، اعمل معروف، الكاميرات مفتوحه ما توديناش في داهيه. انا ما يهمنيش ده كاميرات ولا ميكروفونات. انا شلت الفيشه وانا خارج. طب ما تقول كده من الصبح يا اخي. لا طبعا الاستاذ ملوش حق. هي ايه يعني، حموريه ولا ايه؟ ده مسكني بهدلني علشان قلت له حضرتك انت مش واخد بالك، ولسه هكمل اتشال واتحط واعتبرها اهانه زي الجرى، واقول له انت مش واخد بالك. عيب عيب يا راضي، عشان كده عايز تمشي وتسيب الفرقه؟ ايوه همشي. فكر كويس يا اسطى راضي. انا مش اسطى، انا مطرب ومفيش قوه تخليني ارجع في كلامي. تعال يا الصلاة يا زفت. حاضر يا استاذ. يا جمال، هو مش قال انه شال الفيشه؟ فكرك سمعني؟ يا ريت الاستاذ يصمم لنا فستان كارمن تكون رقبته وسع ديله. ليه هلبس كارمن باراشوت يا ايمن؟ تعالى لي هلبسك الفستان. حاضر يا استاذ. يلا يا بنات. ايه
بروفا، هعمل بروفا. اتفضلوا هعمل بروفا. خشوا لي بقى على كشف المناصع، تعالوا لي بقى، وروني بقى بروفات شهرين وصلوا لغايه فين؟ اتفضلوا وروني كل التمرينات. 12 تمرين، كل تمرين نص ساعه ورا بعض. اتفضلوا يا انتوا في الفرقه. اتفضلوا. التمرين الاول الايقاعات المتداخله المتمازجه على 3 مجموعات 3 جروبس ذا بوزيشن. اتفضلوا بسرعه. 3 مجموعات، كل مجموعه لها ايقاعاتها. هتعملوا الايقاعات بالرجلين وبالايدين. اللي هعمله ببقي تعملوه برجليكم. ايقاعات تيك تك تك، تيك تك تك، تيك تك تك تك، تيك تك تك تك، تيك تك تيكا، تيك تك توكو، تيك تك تك تك، تيك تك تك، تيك تك تك تك، تيك تك تك تك، تيك تك تك تك، تيك تك تك، تيك تك تك، تيك تك تك، برافو. تيك تك تك، تيك تك تك، سيكا سيكا سيكا، سيكا سيكا سوكا، سيكا سيكا سك 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 سك، تك 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 تك، تيك تك تك تك، تيك تك 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 تك، تيك تك تك تك، تيك تك تك تك، تيك تك 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 تك، تك 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 تك، تيك تك تك تك، تيك تك 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 تك. يلا سمعوني بقى. ايه اسهل اسرع. التمرين الثاني الجري في الثبات او الثبات في الجري. هنجري في مكاننا، هنجري 8 عدات ونعمل ستوب كده للصبح عشان نشوف مركز الاتزان. 8 عدات كادر ثابت، ستوب كادر. 8 عدات جري و8 ثبات، 8 جري و8 ثبات، 3 تمارين جري و8 ثبات، 4 تمارين جري و8 ثبات، 5 تمارين جري و8 ثبات، 6 ثباتات في الثباتات في الجري جريات، 12 8 جري و8 ثبات، كادر ثابت. ذا بوزيشن الايقاع بتاع الجري 1 2 3 4 5 6 7 8 ولا رمشة عين. ستيل كادر ايه 1 2 3 4 5 6 7 8. واحد 2 3 4 5. بعد الخمسة ايه؟ بعد الخمسة ايه؟ بعد الخمسة ايه يا اختي؟ انتي روسية مش فاهمة، سوري معلش. خرشو بعد الخمسة 6 وانا نطي نطة. فشخة 6 7 7 يلا. فهمتوا؟ 1 2 مسكوه ضربوه، 3 4 نضحطوه، 5 6 داسوا الاكس وانا نطي نطة. 8
دي مش صوابع، دي صباطة موز. 1 2 3. نعم. الو، مين معايا؟ اهلا اهلا اهلا، ازيك؟ لا بس بسرعه عشان سايب الاكل على النار. قصدي سايب الولاد في مذنبين. انت بقالك كتير ما جيتش المسرح. ده تمرين الجري اللي هم بيعملوا فيه ستوب. لا والله ده انا قلت 4 بس. هم ثابتين دلوقتي. ازيك بس بسرعه؟ بقالك شهر ما جيتش مصر، عملت ايه في الشهر ده بس بسرعه؟ والله يا خبر، المدام في المستشفى. بتر الرجل اليمين. ما هو من الوقفه. ما تخليهاش تقف على الشمال بقى، تقف على ايديها. واخبار كتبت مشهد النهايه 8. انا بكتب هو عفت. لا 8 صفحات. مشهد النهايه طلع 8 صفحات، كبير قوي. اقراهم. الورق مش معاك. طيب هعدي عليك بالليل. اوكي، باي باي. الواحد بيتعب. انت بنت راضي؟ لا. مع الناس الطول؟ يبقى موافقة بنت راضي. انت ام راضي؟ ام راضي؟ مستكينة ام راضي. مش ام راضي؟ احنا وصلنا لغاية كام؟ 8. ايه؟ استرح 10 دقايق راحة. اهلا ابو راضي، ازيك؟ نفس الطول. على فكرة انت موتنا، بس برضو بموت فيك. نعم؟ بموت فيك. ليه وانا تربة؟ اتفضلوا، هلبس لبس المشهد اللي بعديه. نجهز بالمشهد اللي بعديه. ستيج، خشب مصر تجهز، كل يخش المشهد اللي بعديه يجهز. مجموعة حاملات الدفوف تدخل. نسوان كفرة وطشت.